في عظمة موجودة جوه جسم البقرة محدش بياخد باله منها، بس السحرة كان ليهم رأي تاني، بيدوروا عليها مخصوص وبيدفع فيها مبالغ كبيرة ممكن توصل ل5000 جنيه للعظمة الواحدة. عشان كده تلاقي كل الجزارين بيكسروها مباشرة بعد ما تطلع من العجل. والعظمة دي اسمها لوح الكتف، بس في عالم السحرة ليها اسم تاني وبيقولوا انها مفتاح لباب ملوش رجعة، باب بيخرج منه الجن ويتربط فيه البشر، وبيبدأ منه الساحر اللي بيغير لك مصيرك وانت نايم في السرير. استعد عشان اللي هحكيهولك النهاردة مش خرافة، ده سحر اسود. كنا قايلين لكم عليه ان شاء الله هنكسروه. ان شاء الله تكون يعني نهاية كل ساحر او الناس اللي بتأذي دي ان شاء الله تكون نهايتها سودة. اهو عظمة واحدة جوه جسم البقرة اسمها العلم الكتف اللوحي، ودي في عالم السحرة اسمها حاجة تانية خالص، بيقولوا عليها لسان الغيب لأنها بتتكلم مش بس بصوت، بتتكلم بالتشققات، بالعلامات اللي بتظهر عليها بعد الذبح، بعد ما تتنضف وتتساب تنشف. الساحر ما بيلمسهاش وهو لابس، لازم يكون عريان، وبيستخدموها يا اما يقرا فيها الطالع يا اما يكتب عليها سحر التفريق او الربط او وقف الحال، وممكن يوصل الموضوع ده للموت. والعظمه دي بالذات بيستخدموها عشان لو اتدفنت في التراب صعب جدا ان هي تتحلل، وبتاخد سنين كتير جدا. في مدارس قديمه للسحر خصوصا في شمال افريقيا كانوا بيستخدموا عظمه الكتف عشان يعرفوا مصير الملوك، كانوا بيولعوا النار ويحطوا العظمه دي فوقيها. ده كان بيبقى عباره عن تهديد للجن، لو ما ساعدش الساحر هيحرقه، وده بيبقى ساحر متمكن جدا من اللي بيعمله عشان ما يضرش نفسه. وكل ما النار تلسعها تظهر عليها شروخ اكتر، وكل شرخ كان بيبقى ليه معنى. شرخ نازل بالطول يبقى الشخص ده مربوط ومش هيخرج من اللي هو فيه، شرخ على جنب يبقى في حد من دمه ناويله على الشر. والعظمه دي مش كل حد يعرف يستخدمها، لازم يكون اللي ماسكها متعلم طقوس معينه. الساحر قبل ما يلمسها بيصوم عنها 3 ايام وما بيتكلمش مع حد وما بيبصش في المرايه وما ياكلش ولا ملح ولا سكر. طب ليه ده كله؟ عشان العظمه دي مش بتشتغل مع اي حد، لازم يكون ساحر متمكن وعنده درجه معينه عشان تفتح لك بوابه العالم اللي وراها. والعظمه دي مش بتستخدم مره واحده، في سحرة بيحتفظوا بيها لسنين كتير جدا، بيلفوها في قماشه سودا ويحطوها في صناديق خشب مدهونه بدم خروف، وكل سنه يعيدوا عليها نفس الطقوس. عاوز اقول لك ان في ناس اتجننوا بعد ما مسكوها او حاولوا يستخدموها، وناس اتحرقوا وشهم لما حاولوا يولعوا نار يقروا منها. والناس فاكره ان السحر بيحتاج كتب ودم واسماء، بس مش كل اللي الناس تعرفه ان في ساعات سحر بيتعمل من العظمه دي بس. تعال افهمك اكتر عن العظمه دي. لوح الكتف بتاع البقره السحرة بيقولوا عليه لسان الارض، لان العظمه دي بتحمل طاقه الحيوان اللي مات، وعشان كده بيختاروا بقره تكون شافت الموت قبل ما تتذبح، بمعنى اصح تكون اتعذبت، لان العظمه دي وهي خارجه من الالم بتبقى مشحونه بالطاقه اللي هم محتاجينها. بعد الذبح بياخدوا العظمه بسريه ينضفوها من اي لحمه او دم ويسيبوها تنشف في الضلمه 3 ايام. طب وبعدين بقى بتبدا هنا الطقوس، في اللي بيقرا عليها طلاسم مخصوصه، وفي اللي بيرسم عليها رموز بالزيت الاسود، واحيانا بدم الضحيه عشان لو السحر ده معمول لشخص معين. والعظمه بتستخدم في 3 انواع من السحر: سحر التفريق، وده بيربطوا العظمه بحاجات معينه من الشخصين اللي عايزينهم يبعدوا عن بعض، شعر، ملابس، صور، وكل ما التشققات تزيد الخلافات تزيد. وفي ناس تانية بيستخدموها في سحر الربط، مش بس ربط جنسي، في ربط شغل، ربط رزق، ربط عقل. والساحر يفضل يعيد قراءة نفس الطلاسم على العظمة لحد ما الشخص يتربط فعلا. وعندك بقى سحر الاستحضار، بعض السحرة بيستخدموا العظمة دي كمفتاح لفتح بوابة بينه وبين الجن، وبيقولوا ان العظمة دي بالذات لو اتقرا عليها صورة مقلوبة ممكن الكائن يحضر جوه العظمة نفسها. وفي حالات حصلت الناس اللي شافوا العظمة شافوها وهي في المقابر وهي بتتحرك لوحدها او بيطلع منها صوت طقطقة. وفي بعض الناس حاول يكسر العظم ده وفي نفس الوقت كان بيتكسر معاهم حد من العيلة في نفس اللحظة. وفي مناطق معينة في العالم العربي خصوصا في الريف او الصعيد بيستخدم بعض السحرة عظمة لوح الكتف في طقوس سحرية، ومن اشهر الطقوس دي ان هم بيحضروا العظمة دي وينضفوها كويس بعدين يدفنوها في اماكن مهجورة غالبا في المقابر القديمة. والسبب ورا الموضوع ده ان الدفن في المقابر بيقوي من تأثير السحر، والارواح اللي في المكان بتتفاعل مع العظمة وبتديها طاقة اضافية، وده بيخلي السحر مش بس اقوى لكن كمان مستمر لفترات طويلة، واحيانا بيأثر على عائلات ومناطق باكملها. وده السبب اللي بيخلي الناس تخاف من المقابر، خصوصا لما تسمع قصص عن اصوات غريبة او ظهور اشباح بالليل، وده بيحصل في الاماكن اللي فيها طقوس زي دي. والسحر باستخدام العظمة دي مش لعبة ومش حاجة سهلة،
وفي كتير من السحرة اللي اعتبروا ان العظمة دي هي وسيلة للسيطرة على مصير الناس، وده اللي بيخليها واحدة من اخطر ادوات السحر الشعبي في تراثنا. وفي قصة كده بيحكوها دايما في مصر بخصوص الموضوع ده. في بلد من بلاد الصعيد كان في ست كبيرة، الست دي كان بيسموها ام الكتف، وهتعرف ليه بيسموها الاسم ده بعدين. كانت ساكنة في بيت على اطراف البلد، بيت قديم مفيهوش ولا نور ولا مبني بطريقة قوية، والست دي محدش كان بيشوفها بالنهار ابدا، لكن بالليل كانت بتسمع صوت همامات ونباح كلاب جاي من ناحية البيت بتاعها، وكان في ريحة غريبة بتطلع من ورا البيت بتاعها، ريحة زي حطب محروق او طين مبلول بالدم. ام الكتف ما كانتش بتتعامل مع الناس خالص الا لو واحدة جات لها بتبكي وتقول لها جوزي سابني وراح لواحدة تانية او ابني اتبدل. كانت بتقول للناس هاتولي عظمة كتف مذبوحة من بقرة قدامي، وباقي اللحم وزعوه للفقراء، وسيبوا لي العظمة دي 3 ايام في قماشة سودا والباقي عليا. بعد كده ايه اللي كان بيحصل؟ الست اللي كانت بتبكي ان جوزها سابها كان جوزها بيرجع كانه مربوط، والولد اللي كان متغير يرجع فجأة يضحك، بس دايما كان بيبقى فيه تمن. واحدة من اللي راحوا ليها جوزها رجع فعلا، لكن كل يوم كان بيقوم من النوم جسمه متقطع ومليان خرابيش، ويصحى يقول انه كان بيحلم انه شاف بقرة من غير عينين بتقعد فوق صدره طول الليل. وواحدة تانية اللي ابنها كان بيبكي ويصرخ طول الليل، كان كل ما يعدي جنب مراية يحس ان في حاجة جنب صورته بتتحرك. ومن هنا بقى الناس بدأت تخاف وقرروا يروحوا بيت ام الكتف ويحرقوه. بس اللي يرعبك بقى ان هم لما فتحوا الباب ما لقوهاش، لقوا بس 13 عظمة كتف، وكلهم متعلقين بخيوط في السقف، وكل عظمة كان بيبقى مكتوب عليها اسم من اسماء حد من اللي كان بيعمل لهم السحر. ولحد النهارده في كل مولد في البلد بيطلع صوت للست دي عماله تهمهم في الضلمه. طب الصوت ده جاي منين؟ محدش يعرف. وفي حد تاني كان بيحكي قصه مختلفه. في عزبه صغيره بين الزراعات كان في واحد اسمه سعيد الدغيدي، راجل غريب دايما ساكت، وشه اصفر كده وما فيهوش دم، بس كانوا بيقولوا عليه في البلد ان هو بيعرف يكلم الموتى. ايوه زي ما سمعت كده بيكلم الموتى. والراجل ده مراته ماتت فجاه بس بعد ما جابت له ولد، ومن يومها بيته مقفول والناس ما بتشوفهوش غير مره او مرتين وهو طالع على الجبانه بالليل. بس بعد سنة كاملة بدأت الناس يسمعوا صوت ست بتعيط جوه بيته، وكان كل يوم بالليل يخرج من بيته ومعاه عظمة كتف بقرة ملفوفة في قماشة حمراء. الناس خافت من تصرفاته بس محدش قدر يقول له حاجة، لحد ما في يوم من الأيام جاره طلع فوق السطح بتاعه عشان يسرق من عنده فراخ، وبعد نص ساعة رجع مرعوب وعمال يصرخ في الشارع زي المجنون، وكان بيقول مراته جوه شفتها قاعدة قدام العظمة وبتوشوش فيها. طبعا محدش صدقه عشان مراته كانت ميتة من سنة، لحد ما الناس دخلوا البيت وهنا حصلت الكارثة. ابنه الصغير اللي كل الناس كانت بتشوفه بيجري ويلعب لقوه نايم على حجر امه في الضلمة. طب وامه مش كانت ماتت بقالها سنة؟ لا ده لقوها جثة وقع على الارض وعينيها مفتوحة وايديها ماسكة العظمة. امال مين اللي شافوه بيتدفن في التراب ده؟ الناس هنا بقى قعدوا يفتشوا في البيت، لقوا 7 عظمات كتف، كل واحدة فيهم محطوط تحتها شمعة سودة، وكان مكتوب على الحيطة اللي مات ممكن يرجع بس هياخد حد مكانه. الناس اتفزعت وهربوا، من ساعتها محدش قرب تاني من بيت سعيد. ولحد النهارده في كل عيد اضحى في عظمة كتف بتختفي من كل بيت في العزبة، واللي بتختفي من عنده بيحصل له مصيبة. لازم تخليك عارف ان السحر بيفتح باب انت مش هتعرف ترجع منه بسهولة، واحسن حاجة انك تبعد عن كل اللي بيشكل لك خطر. لو عاوز تعرف اكتر عن القصص والاسرار دي اشترك في القناة وفعل الجرس، لان عالم الغموض ما بيخلص. سلام.